لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. فيلمنا بيبدأ في مزرعة قديمة مع عيلة رولينز، لما واحدة اسمها ماري بتدخل ابنها الأوضة في البيت، وهي بتقوله إن كل حاجة هتبقى تمام. وفجأة باب الأوضة بيتهز والأكرة بتفضل تتحرك، فماري بتخبي ابنها تحت السرير. ولما الباب بيفتح، الولد بيشوف ظل بيدخل الأوضة وبيهجم على أمه ويرميها على الحيطة، ومن شدة الضربة الدم بيعلم مكانها. فالولد بيخاف ويطلع يجري، وبيخبط في أخته الكبيرة واللي بتسأله أمنا فين. ولما أخوها مش بيرد عليها بتبص على الأوضة اللي كان فيها، وبتلاقيها مكركبة وكل حاجة مش في مكانها. فبتنزل تجري على السلم هي وأخوها، والظل بينزل وراهم لحد ما بيوصل للبنت وبيرميها من على السلم. ولما الولد بيستخبى تحت ترابيزة، بيشوف الظل وهو بيسحب أخته لداخل القبر، فبيروح يدخل جوه الدولاب بسرعة. لكن فجأة باب الدولاب بيفتح، وأخيرا الظل بيظهر قدام الولد وبيهجم عليه وهو عمال يصرخ. بعد فترة بتتنقل أسرة جديدة لنفس البيت اللي في المزرعة، وأول ما بيوصلوا بيلاقوا شكله قديم ومش مناسب. لكن روي بيطمن مراته وأولاده إن محتاج شوية توضيب مش أكتر. وبعد ما بنتهم جيس بتستكشف البيت من جوه، بتلاقي قدامها قبو وبابه مقفول، ولما بتحاول تفتحه مش بتقدر. فبتكمل في طريقها لحد ما بتطلع للأوضة اللي فوق، وبعد ما بتبص من الشباك بتشوف مجموعة من الغربان قريبة من البيت، وكمان بتلاقي لعبة على شكل جرار داخل الدولاب. ولما بتحاول تجيبها، فجأة اللعبة بتتحرك لوحدها، فجيس بتتوتر وتخاف. في نفس الوقت دينيس مرات روي وهي بتفرش الملاية على السرير، ابنها بن بيشوف رجلين مليانين دم تحت الملاية، وبعدها بيختفوا مرة واحدة. وفجأة دينيس بتشوف بقعة كبيرة موجودة على الحيطة، فبتستغرب جدا وبتفضل تمسح فيها لحد ما بتنضفها. بيجي الليل وروي بيلاحظ إن ابنه بن قدر ينزل من على السرير لوحده، ودي حاجة غريبة لأن لسه سنه صغير. وكمان بيلاقيه عمال يبص على سقف الأوضة بتاعته، فروي بيشيله ويرجعه للسرير. تاني يوم دينيس بتقوم من النوم وبتشوف البقعة الكبيرة موجودة على الحيطة مرة تانية، فبتستغرب جدا. وفي الوقت ده روي بياخد بنته جيس وبيروحوا للمدينة علشان يشتروا بذور عباد الشمس للمزرعة. وجيس وهي بتتمشى برا المحل بتتعرف على شاب من المدينة اسمه بوب. وبعدين دينيس وهي مشغولة بغسيل الأطباق، ابنها بن بيشوف في المعلقة اللي بياكل بيها انعكاس لشبح عمال يتمشى وراه. ولما بن بيلف وشه مش بيلاقي حاجة، لكن فجأة بيشوف الشبح عمال يزحف ناحية السقف، فبن بيروح وراه لحد ما الشبح بيقوده لباب القبر واللي لسه هيفتحه. بتيجي دينيس وتشيل ابنها بن علشان ترجعه يكمل أكله. وبعد ما جيس وروي بيوصلوا للبيت، دينيس بتطلب من جيس إنها تنزل الكراتين الزيادة في القبر، وبالفعل جيس بتاخد الكراتين وبتروح للقبر، لكنها بتلاقي بابه لسه برضه مش راضي يفتح. ولما بتحط الكراتين على الأرض بتلاقي الباب بيفتح لوحده، وروي وهو بره البيت بيلاقي مجموعة من الغربان بتدخل جوه عربيته، وبيفضلوا ياكلوا في بذور عباد الشمس اللي جايبها. ولما بيحاول يخرجهم من العربية، في غراب بيعور ايد روي، واللي بيفضل يتألم وبيروح يجيب حجارة ويرميها على الغربان لحد ما بتخرج من العربية وبتطير بعيد. وبعد ما جيس بتنزل القبو بتلاقي ساعة موجودة على الأرض، وجنب منها غراب متعور وكأنه ميت. ولما بتمسك خشبة وتروح تحرك الغراب من مكانه، فجأة بتلاقيه بيقوم وبيفضل يطير لحد ما بيخرج من القبو. وبعد ما روي بيطلع البذور من العربية، بتهجم عليه مجموعة الغربان مرة تانية، لكنهم بيبعدوا عنه لما بيسمعوا صوت طلقات نار، واللي بيكون مصدرها راجل اسمه جون كان ماشي بالصدفة ناحية البيت بتاعهم، فبيتعرفوا على بعض هما الاتنين. ولما دينيس وجيس بيخرجوا علشان يطمنوا على روي، بيبلغهم إنه تمام بفضل جون، وبيطلب من جون إنه يشتغل معاه في المزرعة ويبقى واحد منهم، وجون بيوافق. وفي يوم دينيس وروي كانوا رايحين للمدينة، ووصوا بنتهم جيس إنها تخلي بالها من أخوها بن. ولما جيس بتدخل المطبخ علشان تحضر الأكل، بتحس إن في حد في الأوضة اللي فوق. وبعد ما بتروح تقعد جنب بن، بتحصل هزة كبيرة في البيت، والأجهزة بتبدأ تتكسر وبتطير في كل مكان. فجيس بتتصل بالشرطة، واللي بيبلغوها إنها لازم تخرج بره البيت حالا. وفجأة جيس بتلاقي أخوها بن عمال يمشي ورا لعبة الجرار، واللي بتبدأ تتحرك لوحدها وبتقوده ناحية القبر.
ولما جيس بتروح هناك بتلاقي بن اختفى، لكن فجأة بتشوفه واقف وراها ولسه بتقرب منه. بتمسك في جسمها أيادي أشباح كتير وبتفضل تشد فيها علشان تنزلها للقبر، لكن جيس بتقدر تهرب منهم، وبتروح تاخد بن وتطلع تجري لحد ما بتوصل لجون اللي بيساعدهم في الخروج من البيت. في نفس الوقت الشرطة بتوصل للمكان، وكمان بيوصل معاهم دينيس وروي. وبعد ما جيس بتحكي لهم عن اللي حصل، الضابط بيبلغ روي إنهم دوروا في البيت وما لقيوش أي حاجة غريبة، وده معناه إن بنتهم بيتهيأ لها حاجات مش أكتر. وبعد ما الشرطة بتمشي، جيس بتكون مصممة على كلامها، لكن دينيس وروي مش بيكونوا مصدقينها. تاني يوم جيس بتروح لصديقها بوب وبتحكي له عن الحاجات الغريبة اللي بتشوفها في البيت، وبوب بيبلغها إن في قصص بتتقال عن القبو اللي عندهم إنه مسكون بالأشباح. فجيس بتروح البيت وتنزل القبو علشان تدور على أي دليل، وفجأة بتشوف مية سودا بتغرق الأرضية بالكامل. ولما جيس بتطلع تجري بتظهر لها شبح ست وشها مرعب وبتكون عايزة تغرقها في المية، لكن جيس بتقدر تهرب منها وبتخرج من القبو بسرعة. وبعدها بتروح تحكي لجون إنها حاسة إن في ست ماتت في القبو بتاعهم، وجون مش بيكون مصدق كلامها هو كمان. وفي يوم من الأيام جيس بتلاقي شبح الست بتتمشى وسط المزرعة بتاعتهم، فبتروح وراها لحد ما بتلاقي نفسها داخل الحظيرة، وهناك بتشوف شبح طفل وشه موجه ناحية الحيطة اللي قدامه. ولما جيس بتقرب منه، فجأة الطفل بيلف وشه وبيهجم عليها. وبعد ما بيودوا جيس للمستشفى، بيلاحظوا آثار جروح وكدمات على رجلها. ولما الدكتورة بتستفسر من دينيس وروي إذا كان بنتهم عندها أي مشاكل نفسية، دينيس بترد عليها إنها عانت من قصة حب فاشلة من فترة كبيرة. وبعدين الأسرة وهم في طريقهم للبيت، جيس بتقول لهم إن في أشباح في القبو وإن هم اللي اتهجموا عليها، لكن كالعادة مش بيصدقوها. وأول ما الأسرة بتوصل للمزرعة، جيس بتسيبهم وتدخل البيت، وفجأة بتلاقي الساعة اللي لقيتها بتفتح لوحدها، وبيكون موجود جواها صورة لماري اللي اتقتلت في أول الفيلم. في نفس الوقت دينيس وروي بيفضلوا يتخانقوا مع بعض بسبب إن دينيس عايزة جوزها يبيع البيت ويروحوا المكان تاني، وروي بيكون رافض الفكرة علشان شغله في المزرعة. وفجأة بيسمعوا صوت صريخ جيس جاي من الأوضة اللي فوق، فبيطلعوا هما الاتنين للأوضة ومش بيلاقوها موجودة هناك. وفي الوقت ده جيس بتكون مع صاحبها بوب، وهي بتحكيله لما اكتشفت خيانة حبيبها وفضلت تشرب مخدرات لحد ما عملت حادثة بالعربية بتاعتها، وكان معاها أخوها بن، واللي من بعد الحادثة فقد النطق تماما، ومصاريف علاجه هي اللي أثرت على ظروف أسرتها، وكمان العلاج ما جابش نتيجة في الآخر. وبعدين بنرجع لدينيس وهي قاعدة مع ابنها بن وبتحاول تفهم منه أي حاجة، وفجأة بن بيشاور لها على الحظيرة، فدينيس بتستغرب جدا، ولما بتسأله يقصد إيه أو إيه اللي شايفه، بن بيسحب عينيه لتحت بصوابعه وبيرسم تعبير مرعب على وشه في إشارة منه إن بيشوف أشباح. في نفس الوقت بتيجي مجموعة من الغربان بكميات كبيرة وبتهجم على جون وهو شغال في المزرعة، وبيفضلوا يطعنوه في كل حتة في جسمه، لكنه بيقدر يهرب منهم في الآخر. وبعد ما دينيس بتنيم ابنها بن على السرير، بتسمع أصوات غريبة، ولما بتلف وشها بتشوف شبح ست على شكل إنسانة بتظهر على البقعة اللي في الحيطة، فدينيس بتترعب من المنظر. ولما جيس وبوب بيوصلوا لمكتبة المدينة، بيشوفوا ورق جرايد وموجود فيه صورة لأسرة رولينز اللي كانوا ساكنين في البيت واتقتلوا كلهم. والمفاجأة إنهم بيلاقوا جون موجود في وسط الأسرة، وبنعرف إن جون يبقى زوج ماري وأبو البنت والولد اللي ماتوا. ولما دينيس بتاخد ابنها بن علشان يخرجوا من البيت، جون بيبص عليها وبيفتكر مراته ماري لما كانت عايزة تاخد الأولاد وتتخلى عنه بسبب الزرعة اللي باظت واللي كانوا عايشين من الفلوس بتاعتها. ومن ساعتها وجون اتجنن، وبيروح يسأل دينيس إذا كانت مخبية مراته ماري في أي مكان. وبسبب خوف دينيس من جون، بتاخد ابنها بن وبتروح تستخبى في القبو وتقفل الباب. في نفس الوقت جيس وبوب بيوصلوا للبيت وبيفضلوا يدوروا على دينيس وبن، وفجأة جون بيفضل يطاردهم في كل مكان لحد ما بيوصل لبوب ويرميه على الأرض. وبعد ما جيس بتنزل القبو بتلاقي أمها وأخوها مستخبيين هناك، وجون بيقدر يكسر باب القبو وبيفضل يدور عليهم،
ولما روي بيرجع البيت بيلاقي باب القبو مفتوح، وأول ما بينزل فيه بيظهر جون من وراه وبيطعنه بشوكة حديدية في جسمه. وبعد ما جيس بتشوف المنظر بتمسك جاروف حديد علشان تخلص على جون، لكنه بيقدر يتغلب عليها وبيرميها على الأرض. ولما دينيس بتحاول تهجم على جون بيضربها هي كمان. وبعد ما بيروح لجيس مرة تانية علشان يخلص عليها، فجأة الأرض بتتملي مية سودا، وجون لسه هينزل على جيس بالشوكة الحديدية. جيس بتقدر تتفاداها وبتضرب جون برجلها وتوقعه في المية، اللي فجأة بيخرج منها 3 أشباح واللي هم ماري وأولادها، وبيفضلوا يغرقوا جون في المية علشان يخلصوا عليه. وبنكتشف إن جون هو اللي قتل مراته وأولاده في أول الفيلم، ومن ساعتها والبيت مسكون بالأشباح بتاعة الأسرة، واللي فضلوا عايشين فيه حتى بعد ما ماتوا. وكانوا بيبعتوا رسايل تحذير للعيلة الجديدة بتاعة روي علشان يعرفوهم بحجم المأساة اللي عاشوها في الماضي. وبعدين بنرجع لجون اللي بيخرج فجأة من الوحل وبيمسك في رجلين جيس، ولحسن الحظ دينيس وروي بيكونوا فاقوا وبيقدروا يمسكوا جيس وبيخرجوها من الوحل بسرعة. وبعدين بتوصل الشرطة علشان تساعد أسرة روي، والبيت بيرجع لطبيعته بعد انتقام ال3 أشباح من جون. والفيلم بينتهي ببقاء دينيس وروي في البيت ورعاية المزرعة، وجيس بتعتني بأخوها بن اللي رجع يتكلم من تاني. وبكده يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك. أشوفكم على خير. سلامات.